كنا بنشتغل على دواء. كنت شغال ميديكال ريب وبنشتغل على دواء في مستشفى، ورحت المستشفى عشان يعني اشغل الدواء بتاعي. لقيت ان الدواء التاني المنافس ليا مالي المخزن، برغم انه انا كمان من حقي كمناقصه اكون موجود في المستشفى بكميات كبيره. وفعلا كان عندي من الدواء بتاعي كميات كبيره جدا، بس ما حدش بيستخدمها، فالدواء قرب يبقى اكسباير. المدير قال لي لو ما خلصتش ده مش هيبقى ليك اي عموله في الشغلانه دي. دخلت بقى المستشفى، طلعت قابلت الدكاتره. من حظي ان واحد قريبي قوي طلع مدير قسم الانف واذن وحنجره في المستشفى، واصدر قرار ان الدواء بتاعي يشتغل ويتكتب لكل العيانين لانه كان مناسب ليهم، مش غلط يعني. ولما ابتدى يتكتب، المسؤول عن المخزن قالت لي هو ايه اللي حصل؟ قلت لها لا، ربنا ستر وانا جيت قبل ما كنا هنتفضح والدواء يبقى اكسباير، برغم ان احنا موردين للمستشفى. لكن الحمد لله قدرنا نلحق نفسنا، خدت عموله كويسه بعد ما عملت كده. دي ايام زمان، ايام ما كنت بشتغل في الادويه.